السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا جماعة الخير؟ إن شاء الله الجميع بخير. أخوكم محمد أبو حمزة جابر الأثرات الكرام. تاريخ النشر اليوم الجمعة 27/10/2023. جمعتكم مباركة بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طريقة استخراج سند الإقامة من خلال شفرة الإي دولات. كالعادة أنا أنصح الناس بالدخول للإي دولات عن طريق متصفح الكروم. هاي متصفح الكروم يا جماعة الخير، ندخل عليه، نعطيه كلمة إي دولات، إي نقطة دال او بالتركي او بالانجليزي نفس الشيء، اي دفلات. بعدين نعطيه اي دفلات كابسي. تمام. حاليا يا جماعة الخير ندخل 99 تبعنا وشفرة الاي دولات اللي ثبتناه الشفرة الرئيسية بعد ما اخذناها من البي تي تي، ونكمل معاكم. بعد ما دخلنا 99 وشفرة الاي دولات اعطيناه جريش شاب تسجيل الدخول. بالبحث نكتب كلمة يير يعني مكان، يرلشمة تمام، إقامات. هذا الخيار يا جماعة الخير، يرلشمة. ندخل عليه يا جماعة الخير. حاليا ترجم لسهولة معرفة الخطوات اللي عم بتصير حاليا معنا. تمام. باستخدام هذه الخدمة يمكن استعلام عن مكان إقامتك ومعلومات عنوانك في قاعدة البيانات المركز الإدارة العامة لشؤون السكان والمواطنة. تمام. يمكن إنشاء مستند واحد كحد أقصى. يعني اقروا هاي الشروط. تمام. تعطيه لقد قرأت المقال الإعلامي عليه. نعطيه الاستمرار. راح نعطيه الاستمرار ونكمل معاكم. حاليا انتقلنا على الأيقونة هاي. أيضا نعطيه ترجمة. معليش، شايفين؟ نعطيه كندسي لنفسه، يعني بحد ذاته صاحب الدولات بده سند إقامة. الزوج والطفل أو الزوجة والطفل يا جماعة الخير ما يعطونهم عن طريق الإيداولات. هذه الخدمة موجودة لكن وهمية. حاليا نعطيه بحد ذاته صاحب الإيداولات، نعطيه استمر. حاليا يعطينا الخيار اللي بعده. تمام. من هذا الخيار نعطيه نوع لإيش بدك إياه. بدك تعطيه شخصي، خيارات تعطيه آخر خيار أوزيل. هيعطينا طلب شخصي يا جماعة الخير، نعطيه استعلام أو استمر. صور قولنا. حاليا يا جماعة الخير نترجم. شايفين نزل على شكل ملف أزرق. هذا اللي راح نحمل من خلاله سند الإقامة. من هذا المكان PDF نعطيه تحميل. لطباعة المستند تقوم بتنزيله على جهاز التليفون أو الكمبيوتر يصير. راح نضغط على هذا اللي بالأزرق ونكمل معاكم. أعطاني عملية التنزيل. يرلشم في داغير ادريس إلى آخره على شكل ملف PDF. نعطيه تنزيل. حاليا نزل على شكل ملف PDF. وين الاقيه؟ على الملفات او مدير ملفاتي، على التنزيلات يا جماعة الخير. هذا يكون نزل على شكل ملف PDF. شايفين؟ الساعة 3:13 32 كيلو. ندخل عليه. هذا هو سند الإقامة بحد ذاته. تمام. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. كان معكم أخوكم محمد أبو حمزة بثرات الكرام. طبعا سند الإقامة للأطفال فيك تستخرجه ببلاش من النفوس، فيك تستخرجه من المختار بقيمة مادية 30 35 25 ليرة حسب كل مختار. ومن النفوس أيضا إذا كان موظف ابن حلال. من الإي دولات فقط صاحب الإي دولات يمكن استخراج سند الإقامة له. هذا ما يثبت أنه أنت أدريسك نظامي موجود بهذا العنوان، وهي سند إقامة تبعك موقع إلكترونيا يقبل بجميع إدارات الهجرة. تمام. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. في بعض الناس يطلع لهم يعني قيد بلا مدى، لا يوجد قيد، يكون مواقف قيده وممسوح من العنوان، وممكن يكون عليه كود V160 بده يراجع إدارة الهجرة بأقرب وقت ممكن. السلام عليكم.